تعالي اقولك ازاي تعملي من وش اللبن احلى سمن. هنطلع وش اللبن اللي احنا مخزنينه، هنسيبه بره لغايه لما يبقى كريمي كده هو بالشكل ده. هنولع النار وهنخليها متوسطه في البدايه. هحط وش اللبن على النار وهفضل اقلب فيه تقليب مستمر لغايه لما القوام بتاعه يكون اخف شويه. هبدا اوطي النار نهائيا لغايه لما اخلي الشوربه بتاعتي تبقى زي الشمع. هحط ربع معلقه ملح، وده مهم جدا عشان المرطه بتاعتي تكون ملحها كويس، كمان عشان السمنه بتاعتي تكون مرمله وحلوه. اول ما المرطه تظهر معايا بالشكل ده هفضل اقلب كويس جدا عشان ما تلزقش المرطه مني تحت، لاني اهم حاجه في الوصفه دي هي التقليب. امتى هبدأ اطفي على السمنة بتاعتي واحس ان هي نجحت تماما؟ اول ما احس ان السمنة الوش بتاعها فصل من فوق خالص، ويبتدي المرطة بتاعتي تنزل تحت خالص، وكمان لون المرطة بتاعتي يكون شكلها ذهبي. هنا بقت ذهبي حاجة بسيطة، فلازم ابدأ اطفي عليها من دلوقتي لان هي لسه كمان هتستوي فيما بعد حتى لو انا طفيت. هنا بعد ما طفيت شفت اللون اتغير ازاي تماما. هبدأ أصفي السمنة بأي مصفى عندي عشان أفصل المرطة عن السمنة وما تنزلش معايا المرطة وأنا بصفيها، وبقت معايا السمنة بالشكل ده. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لي لايك وأشوف كومنتاتكم الحلوة في التعليقات. باي باي.